السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هكلمكم على قصة من أغرب القصص في التاريخ. هكلمكم عن طاهر بيك، دكتور مصري اتولد في طنطا 1897. والدته توفت يوم ميلاده، فقالوا شكله هيبقى طفل حزين وهتبقى قصة حزينة، ولكن بإرادته قدر يخلي نفسه لجليس للملوك، لدرجة إن ملك مصر بنفسه بيطلبه علشان يقعد معاه. عمل ايه دكتور طاهر بيك؟ خليك معايا وأنا هفهمك كل حاجة. دكتور طاهر بيك بعد ما اتولد في طنطا سافر مع والده لليونان، وهناك درس الطب. بعد ما درس الطب بدأ يدرس جسمه، ويدرس نقاط القوة والضعف، ويدرس المراكز العصبية في جسمه. وبعديها في وسط انتقاد من علماء الدين والمفكرين اللي موجودين في وقتها، عمل أعظم إنجازاته على حد وصفه، إن هو يدفن نفسه 28 يوم تحت التراب. دفن نفسه 28 يوم تحت التراب، جمع كل العلماء، خلاهم يدرسوا الظروف كلها، سواء التابوت اللي هيتحط فيه، سواء التربة اللي هيدفن فيها. قال لهم أنا أقدر أدخل نفسي في حالة موت لمدة 28 يوم وأرجع أعيش تاني. وبالفعل حط إيديه على رقبته من ورا، وحط إيديه على رقبته من قدام وصدره، ووقع، دخل في حالة إغماء تامة كأنها غيبوبة. جسمه اتخشب. الدكاترة كشفوا عليه قبل ما يتم وضعه في التابوت. الكل أجمع إن النبض توقف، وإن التنفس توقف، وإنه مات تماما. وقفلوا بقه بحتة سفنجة كبيرة أو حتة قطنة كبيرة، حطوه في التابوت، وحطوا التابوت تحت التراب الأحمر لمدة 28 يوم، علشان يرجعوا بعد 28 يوم يفتحوا التابوت يلاقوا جسمه مزرق. الكل قال خلاص طاهر مات، والتجربة فشلت. فيفاجئهم بعد 10 دقايق واتحرك ويرجع طبيعي خالص، كأنه ما ماتش لمدة 28 يوم، أو كأنه ما اتدفنش لمدة 28 يوم. الناس طبعا مش مقتنعة أو مش مصدقة إن في بني آدم يقدر يعمل كده، وبدأوا ينتقدوه ويقولوا إن كان في أنفاق تحت الأرض بتدخله هوا، وإن كان حد بيساعده يوصل له أكل وشرب. فقال لهم خلاص، أنا هخلي التجربة على عينك يا تاجر. انتوا حطوني في تابوت، وحطوا التابوت تحت المية في حمام سباحة علشان كل الناس تبقى شايفة ايه اللي بيجرى. وبالفعل تم وضعه في التابوت، وحطوا التابوت تحت المية. بس الشرطة جت وأنهت التجربة. من الوقت ده اتشهر جامد طاهر بيك، لدرجة إن ملك مصر طلبوا إن هم يقعدوا معاه علشان يفهموا إزاي عمل كده. بل بالعكس، كمان الصحفيين راحوا له وحاولوا يعملوا معاه أكتر من مقابلات. وفي يوم جمع الصحفيين وعمل قدامهم شوية تجارب، وكانت عبارة عن إن حد يدخل دبوس في وشه أو حد يجرحه. كانوا بيتفاجئوا إن الجرح بيتفتح وبيبقى موجود بس من غير دم. ولما قالوا له أنت بتقدر تتحكم في الدم، يعني تقدر تخلي الجرح ينزف؟ قال لهم واتفاجئوا ان الجرح بدأ ينزف. ولما حب يوقف الدم، وقف الدم، والجروح خفت بعدها بدقايق. غير ان هو عمل لهم تنويم مغناطيسي لبعض الحيوانات زي الفراخ والارانب عن طريق تمرير ايده على المناطق العصبية، مما يؤدي الى تخشب الحيوان وعدم حركه خالص زي ما طاهر بيك سابه. لما سألوه عن السر أو إزاي بيقدر يعمل كده، قال لهم الناس مش قادرة تقتنع إن في حياة روحية ليها قوانين تانية بنخضع ليها، وإن أنا مش ساحر. أنا كل اللي بقدر أعمله إن أنا أدرس جسمي كويس، واتدربت كتير علشان أخلي جسمي يتحدى الألم ويتحدى الجوع والعطش، ويدخل في حالة إغماء كأنها غيبوبة، وارجع اعيش تاني. عجبكم المحتوى ده وعجبكم الفيديو، اتمنى تدعموني بلايك وكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله.